بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ربنا يطمنا عليكم كلكم. ان شاء الله اعمل لكم شوية قراقيش كده بمناسبة برضك الشتاء. ما هو الشتاء بقى عايز الاكلات الحلوة دي تتسلوا وانتوا قاعدين. دول ايه؟ مجين سمنة كبار اهم، يعني مج ايه حوالي 250 جرام. ماشي، انا هعمل 2 كيلو دقيق ان شاء الله. ودي كوباية زيت، مج زيت. يعني حاطه مجين سمنه ومج زيت، نص كيلو سمنه تحطيه وربع كيلو زيت. ماشي. واتنين كيلو دقيق. انا ولعت على السمنه عشان ايه تسيح، انا بعملها مبسوسه، ما بعملش اللي هي بتاع الفرن دي، عشان دي بتعيش تقعد معاكي زي ما انت عايزه. ماشي. ولعت على السمنه ان شاء الله بقى ايه. ودول كمان ايه معلقتين كبار اهم عشان تبقى ناعمه، يعني في كيلو الا شويه الا تمن كده. ده هعمل الخميره على ما السمنه تسيح وانخل الدقيق تكون الخميره خمرت. ادي ايه احط ايه سكر، ادي معلقه، دي ميه دافيه، وادي معلقه كمان، معلقه سكر، معلقه سكر كبيره، معلقتين. ماشي. وادي تالت معلقه، 3 معالق سكر كبار. وادي باكو خميره واحد. والميه تكون ايه دافيه مش سخنه قوي عشان ما ايه ما تموتش الخميره يعني. تقلبيها وتركنيها على ما ندخل الدقيق ان شاء الله تكون هي خمرت والسمنه تكون ساحت، عشان ما تاخديش وقت وانت بتعملي الحاجه. كل حاجه كده ايه وانت واقفه. ادي ورقتين فانيليا ونص معلقه ملح صغيره تحطيها. وادي باكو لبن بودر يعني. عندك حطي، ما عندكيش مش مشكله يعني، دي اضافات. هو عندي كان عندي باكو ونص يعني حطيتهم اهو. وباكو بيكنج باودر. عندك سمسم بتحطي، عندك شمر وينسون بتحطي، بيخلي ريحته حلوة. ريحة الكحك، انا كان عندي ريحة كحك حطيت معلقة، معلقة كبيرة. ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. ومعلقتين سمسم، بس ما جاش الفيديو وانا بحطهم وبعمل السمنة. طبعا في الوقت ده ايه السمنة كانت ساحت يعني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حط ايه 3 معالق سكر برضك، علشان ايه حتى لو واكلاها ساده كده القراقيش بتبقى طعمها حلو. مع كوبايه شاي، مع كوبايه شاي بلبن وبالهنا والشفا الكل يعني. اهو قلبت كل الحاجه وحطيت السمنه، بس معلش الفيديو ده ما جاش يعني. انا حطيت تاني معلقه ريحه الكحك وحطيت السمنه، بس الفيديو ما نزلش معلش. منى بس انا بسف على الفيديو برضك على قنوات، على القناة. ابقوا شوفوا بس الكحك اهو. قراقيش اهي، هتعمليها تلفيها كده وتروحي مبططاها يا دوبك وتقطعيها بالسكين، مش بتاخد وقت معاكوا خالص. انا عملتهم بالليل وانا قاعدة، والله ما بتاخدش وقت يعني. وانت فاضية كده بالليل بالنهار في اي وقت مش هياخدوا منك كلهم على بعضهم ساعة بالتسوية كمان. قطعت القراقيش وحطيت، طبعا انا مولعه الفرن البوتاجاز. الصينيتين اللي خلصهم وايه وخلصت اهو، اروح حاطه بقى ايه الصينيتين دول ويطلعوا واروح حاطه غيرهم. وعملت حبه قرص. تكوري حته العجين كده وتروحي ايه مكوراها بايدك وتبططيها. بس حاجه سهله وبسيطه وانت قاعده مش هتاخد منك وقت. ورحت جايبه السكينه ايه عاملاها شقتين كده في الوسط، يعني ايه منظر وعشان ما تقبش. او ممكن تعمليها بشوكة برضو. والله كانت قرفتهم زي العسل، ما خدوش وقت خالص.
بتلاقي ريحة البيت كله خير، والخبيث في البيت بيخلي ريحة البيت خير وبركة كده، وريحته بتبقى تحفة في الشتا ده، تحسي بالدفء. بالهنا والشفا ما شاء الله. وانا مسويه في فرن البوتاجاز كمان، وتسويته زي العسل. اعملي بقى كوبايه شاي، تفطري الصبح، وانتوا قاعدين بالليل تعشوا حاجه خفيفه يعني، وتغيير في نفس الوقت. ما شاء الله عملوا كام صينيه، بسم الله ما شاء الله، 2 كيلو. عملوا صينيتين وادي 2، وهيعملوا تاني 2. يعني ممكن تعملي كيلو بس، وتحطي له كوبايه سمنه ونص كوبايه زيت، هيبقى حلو معاكي. كل واحد يعمل ايه على قد ما هو عايز، كيلو 2 4 براحتكم يعني. وادي القرص اهي. ما شاء الله من تحت زي فوق. بالهنا والشفا، وما تكسليش اعمليهم، مش هياخدوا منك حاجه. يعني لو انت واقفه بتطبخي وبساتيهم وهيخمروا على ما تخلصي اكل وتقعدي تقطعهم مش هياخد حاجه. ادي صينيتين كمان اهم، وادي طلعوا كلهم ما شاء الله. بعد كده بقى تحطيهم في طبق، وتروحي مغطياهم بحته قماشه، وخلاص هيقعدوا معاكي، مش هتخافي ان هي تبوظ ولا حاجه، ولا بتبرول ولا اي حاجه. ان شاء الله تقعد شهر، تقعد 2. السمنه مادام الدقيق مبسوسه ما تخافيش. ما شاء الله. كان نفسي تبقوا معايا كده وتشموا ريحتها وتدوقوها. جميله جميله، تستاهل انكم تدوقوها يعني وتاكلوا. وادي القراقيش هايشه ازاي. بالهنا والشفا. واتمنى تدعموني، واتمنى تعجبكم يعني، وتشتركوا في القناه. السلام عليكم.